قانون الواحد في المية، سر التغيير التدريجي اللي هيقلب حياتك 180 درجة. لو قلت لك انك ممكن تغير حياتك تغير كامل بمجرد ما انت تتحسن 1% بس كل يوم، هتصدقني؟ بص، انا مش جاي ابيع لك الوهم، انا هحكي لك قصة تخليك تؤمن بالقانون ده. في كتاب اتوميك هابتس لجيمس كلير بيقول لك ان في سنة 2003 كان منتخب انجلترا لركوب الدراجات كان اسوأ منتخب في اوروبا. 100 سنة من الفشل، مفيش اي بطولات، مفيش اي انجازات، لحد ما جالهم مدرب اسمه ديف براليسفورد وطلب منهم حاجة بسيطة جدا. طلب ان هم ما يكونوش الافضل، هو طلب ان هم يتحسنوا كل يوم 1% بس. فبداوا يجربوا حاجات بسيطه، يعني يغيروا شكل الكراسي، يحسنوا طريقه نومهم، يستخدموا زيت مساج مختلف. الحاجات البسيطه التافهه من وجهه نظرك ديت خلت منتخب انجلترا بعد 5 سنين يستحوذ على 60% من البطولات الاوروبيه والعالميه في ركوب الدراجات. المفيد انك مش لازم تغير حياتك 180 درجه في يوم وليله، يكفي انك تتغير وتتحسن 1% بس كل يوم، وده اللي هيخليك تتحسن على المدى البعيد بشكل كبير. اكتب لي في الكومنتس ايه العاده الايجابيه اللي انت عايز تزودها 1%، وايه العاده السيئه اللي انت عايز تقللها 1% برضه.